مساء الخير. أهلا بيكم في أسهل طريقة لعمل العيش الفينو والعيش الكايزر. هنعمله النهاردة في البيت، طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، والموضوع بقى مش محتاج نجيب من السوبر ماركت ونجيب من الفرن. احنا هنعمله كده حلو ونضيف وزي الفل. بصوا عامل ازاي، شايفين؟ اسفنجي جدا، حلو جدا، في منتهى الجمال، متسوي بطريقة جميلة في البيت، في فرن البيت. شايفين؟ يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البولة بتاعتنا اللي احنا هنعجن فيها، سواء بقى بتاعت العجان او بولة احنا هنعجن بايدينا، هنحط كوبايتين مية دافية مش سخنة. هنحط معلقتين خميرة فورية، وهنقلب كده لغاية لما تدوب الخميرة معايا. هحط عليها حوالي 4 معالق سكر، وارجع ادوب تاني، وهسيبها شوية كده لما اختبر الخميرة بتاعتي. هضيف بقى شوية دقيق، والدقيق اللي انا هستخدم كيلو من دقيق المخبوزات او الدقيق لجميع الاستعمالات. احط شوية كده وهقلبهم كويس جدا مع الخميرة والمية والسكر علشان يديني طراوة للعيش وهشاشة كده ان شاء الله. بعد ال10 دقايق هبتدي اضيف الدقيق بتاعي اللي هو باقي الكيلو دي. هنحط عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة من الملح، معلقة من الخل، والخل هنا بيعتبر محسن للخبز. وكمان هنحط ربع كوباية من الزيت. دي كل المقادير بتاعتنا يا جماعة، ما فيهاش اي تعقيد. هنبتدي نعجن سواء بالعجان او بايدينا حسب كل واحد وحريته. وهنبتدي نعجن كده في العجينة بتاعتنا. العيش بيحب العجن الكتير، سواء بايدك ولا بالعجان، لازم ياخد وقته. ان احتاج ميه هنزود له شويه بشويه لغايه لما يديني العجينه المطلوبه اللي انا هوريكم قوامها دلوقتي. انا حسيت وانا بضرب العجينه ان هي محتاجه شويه ميه، حطيت لها ربع كوبايه ميه. طبعا ده حسب كل دقيق. لازم تطلع لي العجينه بالشكل ده، اللي هي بتلزق شويه ولكن مش بتمسك في الايدين قوي، يعني زي ما انتوا شايفين كده. بصوا كده، خلاص كده احنا خلصنا عجن. هدهن ايدي كده شوية زيت، هحط على العجينة، على وش العجينة كده، وهغطيها بالبلاستيك فيلم وهسيبها لغاية لما تخمر. خلاص العجينة عندي خمرت، هنزلها كده اشتغل بيها. بصوا هي طرية كده. هبتدي اقطعها بقى، كل ربع 3. هنعملها مستطيلة كده. تمام، خلاص هي كده مستطيلة. نبتدي بقى نلفها كده رول كده. بصوا اهو، وهنيجي على الحتة اللي هي تحت دي، هنبتدي نقفلها
كده عشان ما يتفتحش مننا لما يخمر ولما يتخبز. يعني كده اهو كويس قوي اهو. ونرولو كده خلاص. احنا قافلينها، ولما نيجي نحطه في الصاج هنحطه على الحتة اللي احنا فتحناها او الحتة المفتوحة دي. تمام كده. نقفل كويس عشان ما يفتحش مننا. كورة من الكور اللي عندي دي، وهعملها كده، هكورها كده كويس جدا على الرخامة اهي، وهحطها على الصاجة عشان اعمل العيش الكايزر. سبت العيش عندي لغاية لما خمر وتضاعف حجمه، وهجيب بيضة وهضربها كويس، وهدهن. لو انتي مش حابة البيض ممكن تحطي شوية لبن او تحطي قهوة سريعة الذوبان في شوية مية وتدهني العيش. المهم ان حاجة تديكي لون. لو حبيتي هحط سمسم على وش العيش كده. خلاص كده، وهندخله الفرن على حرارة 220 لغاية لما يحمر. خلاص العيش بتاعنا خلص وطلع من الفرن، ريحته تجن وشكله جميل جدا. هنجيب فوطة ونبلها نص بلة كده ونعصرها كويس ونغطيه اول ما يخرج من الفرن بالفوطة المندية دي ونسيبه شوية. العيش بتاعنا طلع من الفرن في منتهى الجمال، طري جدا زي السفنجة بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. هنفتحه ونشوف شكله ايه من جوه. بصوا شايفين مستوي حلو اسفنجي وهاشش. طريقة سهلة جدا يا جماعة ومش مكلفة خالص، واحنا ممكن بكيلو دقيق شوفوا طلعنا قد ايه. شايفين ده العيش الكايزر والفينو. بحاجات موجودة في البيت هنقدر نعمل بمنتهى البساطة العيش نضيف واعمال ايديكي، مفيش مواد حافظة، مفيش اي ايد تاني مسكته. ان شاء الله الطريقة تعجبكم، وإن عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يجيلكم كل جديد. وكمان ما تنسوش الكومنتات اللي أنا بستناها عشان أعرف رأيكم في الحاجات اللي أنا عملتها. ودي كانت طريقة عمل العيش الفينو والعيش الكايزر في البيت بأسهل طريقة مع مين.